السلم ده ياما شاف حكايات، ناس طالعة وناس نازلة، جيران جداد بيتعرفوا على بعض. أحمد اللي خرج زعلان من باباه وقعد على السلم مستخبي وهو بيعيط، ومشمش قط العمارة اللي مستني الباب يتفتح علشان تخرج قطة الجيران تلعب معاه. والأستاذة سلمى كل يوم نازلة وطالعة بالكعب العالي راجعة من شغلها في البنك. ومدام سماح راجعة من الماركت في رمضان شايلة أكياس الدنيا كلها عشان العزومة الجاية، وهي مستنية لحظة ما السلم يخلص وتطلع بيتها. والكابتن طلعت اللي نزل يلعب كورة ورجع أصحابه شايلين ومتجبس، والدكتور صلاح وشنط الكتب والأبحاث هو وعم عبده البواب مش قادرين يطلعوا بيها من تقلها. ذكريات كتير عاشوها سنين لحد ما المصرية الإيطالية للمصاعد والروافع دخلت البيت ده، ومن يومها الحياة بقت أسهل والضحكة بقت أكتر والتعب قل وكل حاجة اتغيرت إلا حاجة واحدة بس، مشمش وقطة الجيران اللي أخيراً بقوا يعرفوا يلعبوا براحتهم بعد ما السلم ما بقاش حد يطلع ولا ينزل عليه. المصرية الإيطالية بتغير حياة كل بيت تدخله لحياة أسهل أريح والذكريات جديدة ما تتنسيش. أقوى طريقة تخلي الناس تحب البراند إنك تخليه جزء من حياتهم، وده بالظبط اللي حاولت أعمله في الفيلم ده. بهاء كرم.